السؤال اللي جاي ده بقى يا جماعة سؤال انترفيو، وناس كتير اتسألته في شركات وخصوصا شركات البترول. عايز حضرتك تفكر معايا قبل ما اقولك الإجابة. لو جيت قلت لحضرتك في يوم 19 تم تعيين 4 موظفين يبدأون العمل في 15/10. هو بيقول لي عين 4 موظفين هيبتدوا العمل في 15/10، ويتقاضى كل موظف راتبا شهريا قدره 500 جنيه على سبيل المثال. الأسبوع عمل 5 أيام، ويتم الدفع كل أسبوعين، وسيتم أول دفع في 26/10. المطلوب إجراء القيد اليومية اللازم. يعني عايز حضرتك تفكر في الكلام ده قبل ما نقول الإجابة. إن العملية دي ليست عملية مالية، فهذا ليس إلا اتفاق بين المستخدم والناس اللي هتشتغل عنده لممارسة أعمالهم في 15/10. لذلك فليست هناك حاجة لتحليل المدين والدائن، لأنه ليس هناك أي قيد محاسبي.